خلال أسبوعين بس حصلوا 6 حرايق في مصر. أولهم كان حريق ضخم في سنترال رمسيس اللي سبب انقطاع كبير في الإنترنت والمكالمات، ومات فيه 4 أشخاص واتصاب 27. بعدها بكام يوم حريق تاني في حفلة بالساحل الشمالي، نار اشتعلت على المسرح بعد الحفلة والدنيا اتقلبت. وكمان حصل حريق في مركز تجاري في 6 أكتوبر، وحريق في مطعم بسيدي بشر بالإسكندرية، وحريق تاني في مصنع مواد كيميائية في بدر، وفيديو انتشر لحريق جديد في منطقة صراعية بمدينة العبور. يعني 6 حرايق في أماكن مختلفة بس كلها ورا بعضها في وقت قصير جداً، ودي حاجة مش طبيعية. السبب المتوقع إن مع ارتفاع الحرارة وعدم وجود تهوية وتبريد بشكل سليم زادت الحرائق، لكن الناس بدأت تتكلم تقول إزاي ده بيحصل كله مرة واحدة؟ هل دي مجرد صدفة؟ ولا في حد ورا الحكاية؟ قول لنا رأيك في التعليقات. هل الحرائق دي بفعل فاعل ولا مجرد حوادث عادية؟